شو مسوي لكم اني؟ كل الجرايم تلزقوها براسي. اسكت، انت القاتل. انا متأكد انه انت القاتل. يا معود صلاح، عندك ما يثبت انه انت معاق؟ ايه عندي. عندك؟ شوفني بسرعة. عمي دقيقة، هسه اجيب لك اياها من جوا. على كيفك، انت مو قلت بس راح نسأل اسئلة؟ تعلم محمد، هيك يكون السؤال. هذا هو. وقع عيني. انت لو سألتوا زين كان عرفتوا انه انا اخر سنتين من السجن معاق. هاي الورقة صحيحة. يلا محمد. عم احنا اسفين ونعتذر على الازعاج. المفروض صاحبك اللي جرى عليه السلاح يعتذر، مو انت. شو راح نسوي محقق صلاح؟ رجعنا لنقطة الصفر. لا تخاف محمد، انا متأكد انه راح يصير شيء. هذا الشيء مو بعيد. محقق محمد. منو؟ محقق صلاح؟ جيت؟ انا جيت قبلك هالمرة. لا احكي لك، ما تصدق ايش صار بهاي الجريمة. ليش شكو صار هالمرة؟ بكل بساطة اقول لك انه هو كان مستعجل وما قدر يقتل الضحية وهي عايشة الان. شنو؟ انا مثلك بالبداية ما صدقت انه الضحية عايشة رغم الاصابة القوية، لكن الدكاترة اكدوا لي هذا الشيء. انضربت بالطبر ورغم الضربة بعدها عايشة. هذا يأكد النظرية اللي تقول ماكو جريمة كاملة، وهي شافته وراح تقدر توصف لنا اياها زين. زين هسه هي وين؟ بالمستشفى المركزي سيدي. وبقية العائلة صار بيهم؟ كلهم ماتوا، بس راح تكون هاي اخر جريمة. يلا محمد نروح للمستشفى. ومن استعجاله حتى ما قدر يكتب كلمة ابو طبر على الحائط. محقق صلاح، اول شيء نسوي لازم ننشر الخبر بالجريدة حتى المجرم يسمع انه الضحية بعدها عايشة فيرجع يكمل الجريمة، واثناء ما يكمل الجريمة نلقي القبض عليه. مو هذا الكلام الصحيح محقق صلاح؟ طبعا محمد، مثل ما تقول. دكتور، شلون حالة المريضة؟ زينة، حالتها مستقرة والحمد لله. الجرح ما صاب أي عضو داخلي على الرغم من قوة الضربة اللي أصابتها. ببساطة الله سبحانه وتعالى مراد لها الموت بهاي الطريقة البشعة. دكتور، نقدر نحكي وياها؟ لا مستحيل هسه،
بعد كم ساعة ممكن. لا ثاني راح ابقى هنا. واني هم باقي. اتوقع راح تقدر توصف لنا شكل الجاني الحقيقي؟ اتمنى هذا الشيء. تعبت من القعدة. راح اطلع 10 جقارة برا. عندك جداحة؟ نسيت جداحتي. تفضل محمد، تسد الباب وراك. نسيت الجداحة، خل ارجع لها اخاف يحتاجها. صلاح ايش تسوي؟